السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هنملح ليمون وان شاء الله الطريقة تعجبكم. هنا جبت الليمون غسلته وسلقته وبسيبه في المية لمدة 3 ايام، بغير عليه المية كل يوم من مرتين ل3 عشان المرارة بتاعته تروح. بعد كده بقى بملحه. ما شاء الله، يعني احلى حاجة لما تعملي مخلل في البيت بيبقى انضف واحلى طبعا من بره بكتير. انا ما بجيبش مخلل من بره خالص ولا فول. يعني على قد ما بقدر كده الحاجة اللي بعرف اعملها ما اجيبهاش من بره. يعني على الاقل بتبقي واثقة في النظافة بتاعتها وحاجة بتأكليها لأولادك يعني واثقة في النظافة دي بتبقى حاجة طبعا جميلة. هنا بقى حطيت الليمون في البرطمان وغاسلة فلفل حامي. الفلفل الحامي بيديله طعم حلو وبيحافظ عليه. بس حاولوا بقى البنات اللي لسه بتتعلم لما تيجي تعملي ليمون لازم تسيبيه في المية يومين او 3 وتغيري عليه المية عشان المرارة بتاعته بتروح، عشان لو ملحتيه على طول في ساعتها هيبقى مر على طول، عكس ما بتنقعيه وبتغيري عليه المية. هنا بقى مليت البرطمان كده. ما شاء الله بيبقى طعمه حلو ويتملح كده بقى، يعني سيبيه يعني 5 ايام وتاكلي منه. بس انا بسيبه اسبوع عشان يتملح كويس. انا بقى مليت برطمان وكنت عامله برطمان زي اللي ده مليته ده، بس كان كبير فقلت اجيب الازاز ده صغير. سهل وبيتعمل بكل سهوله وما شاء الله بيبقى طعمه حلو. هنا بقى حطيت الميه وحطيت الملح. والملح ملوش معيار، يعني اقولك حطي ملح قد كده، لا انتي حطي مثلا 3 4 معالق ودوقي حدق الميه، لما يبقى حدقها حلو خلاص. وهنا حطيت حبه البركه. وهنا الفلفل ده برضو احمر بيديله شكل جميل وحامي. حابه تحطيه بارد حطيه بارد عشان لو انتي مش حابه الحامي. ما شاء الله بيديله شكل حلو وطعم حلو. عامله كده بقى البرطمانات. ويا رب بقى كله يشوف الفيديو ويشترك كده عشان قناتك تكبر وتنجح بيكم يا رب. ما شاء الله الفلفل الاحمر بيدي الميه لون جميل وطعم حلو مع حبه البركه. وممكن تملحيه بميه بملح بس، يعني مش لازم تحطيله ولا حبه بركه ولا الفلفل الاحمر ده، بس الطعم بيختلف بيديله شكل وطعم حلو. هنا بقى الميه ما قضتش فهعمل ميه تانية. واسرع مخلل بتاكليه الليمون، ما بياخدش وقت خالص في التمليح. هنا بقى هكمل البرطمان. هنا بقى بنشف كده اي ميه فيه علشان لما احط الغطا بقى ما تعملش مثلا عفونه او حاجه. وبسيبه بقى يومين 3، يعني هسيبه يومين كده وهدوق الميه تاني بتاعته، عشان ساعات يعني المخلل بيسحب الملح من الميه. لو لقيته عادب هحط شويه ميه افضيهم في حاجه واحطها وارجعها تاني. لقيت حدقه كويس خلاص هسيبه. هنا ما شاء الله خلاص خلص. يا رب الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله.